أهلا وسهلا فيكم يا أحلى متابعين بقناتي قناة فيروزة خانم. اليوم رح نعمل سوا قطايف البيت الشهية والناجحة من أول مرة بطعم ولا أطيب. تابعوني للآخر لتعرفوا كل أسرارها. هلأ أول خطوة بعملها بتحضير القطايف بتكون تحضير القطر حتى يجهز ويبرد عندي تماما. بالنسبة لمكونات القطر عندي هون 4 أكواب سكر عيرتهم بهذا الكوب. عندي مي رح آخد 2 كوب. عندي معلقتين أكل عصير ليمون، معلقتين أكل ماء زهر. يلا نشوف طريقة التحضير مع بعض. بالنسبة لتحضير القطر بالبداية رح ضيف السكر، بعدين رح ضيف المي. هذا الكوب الأول، رح اتركه على نار وسط حتى يفرد عندي تماما. وبعد ما فرط الحليب بشكل كامل عندي، هلأ رح طفي النار وصفيه. وهيك بعد ما حطيته بمصفاية ناعمة كتير رح اتركه شوي بالمصفاية حتى يصفى تماما من المي. بالنسبة للخطوة الثانية من تحضير القشطة، عندي هون حليب سائل رح اخد منه 2 كوب بتساوي 500 ملي، 3 معالق أكل مسح نشا بتساوي 30 غرام، 3 معالق أكل سكر، 4 معالق أكل مسح سميد خشن بتساوي 40 غرام، ربع كوب ماء زهر. هلأ بالبداية رح نزل الحليب
جاهزة حتى أحشي فيه القطايف. قوامها ممتاز ما شاء الله. هلأ بالنسبة لمكونات عجينة القطايف، بالبداية عندي هون 2 كوب طحين بتساوي 320 غرام، نص كوب طحين فرخة اللي هو السميد الناعم كتير، عندي مي حوالي 2.5 كوب أو حسب نوعية الطحين، 3 معالق أكل مسح نشا 30 غرام، معلقتين أكل سكر، معلقتين صغار فانيليا، نص معلقة صغيرة محلب، معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة خميرة فورية، ربع معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، رشة ملح، معلقتين أكل ماء زهر، معلقتين أكل ماء مغلي رح ضيفهم على كربونات الصوديوم. يلا نشوف طريقة التحضير مع بعض. أول خطوة رح أحط معلقتين المي المغلية على كربونات الصوديوم لحتى يتفاعل عندي، رح حركهم كتير منيح واتركهم على جنب. بالبداية حطيت الطحين، رح نزل طحين الفرخة، بيكنج باودر، خميرة الفورية، رشة ملح، السكر، المحلب، فانيليا، النشا، ماء الزهر، ورح نزل المي الدافية بالتدريج ورح أخلطهم مع بعض. وهلأ بعد ما خلطتها منيح هذا قوامها. أخدت حوالي 2.5 كوب مي دافية، رح ضيف هلأ بيكربونات الصوديوم وارجع أخلطها شوي. وبعد ما خلصت هيك لازم يكون المزيج عندي قوامه ما فيه أي تكتلات. وهلأ رح أترك المزيج يرتاح عندي حوالي ربع ساعة، بس خلال هالربع ساعة رح أخلطه مرتين. هلأ بعد 7 دقايق رح أرجع أخلطه، وبعد ما أخلطه رح أتركه يرتاح مرة تانية 8 دقايق. بهالأثناء شعلت النار على الصاجة، طبعا النار لازم تكون هادية لحتى تسخن عندي لبين ما تخلص فترة التخمير. وبعد 8 دقايق رح أرجع أخلطهم مرة تانية، وبهيك بيكون المزيج جاهز عندي لأني صبه على الصاج. حطيت الكمية بتكون صارت جاهزة عندي لحتى قيمة. وهيك نشفت صارت جاهزة إني قيمة ما شاء الله، شكلها بشهي ولونها كتير حلو. هلأ رح كمل كل الكمية. وهيك صار شكلهم ما شاء الله غير شكل، طرايا لونهم حلو بشهي. وهلأ صار الوقت إني أحشيهم. بالنسبة لحشوة الجوز عندي هون 200 غرام جوز، هلأ رح أقطعه. عندي معلقة أكل جوز هند، معلقة أكل سكر، معلقة صغيرة قرفة. وهيك قطعت الجوز بهذا الشكل. أنا بفضل إنه تقطعوه بالسكينة ولا تحطوه بالبلندر حتى ما يطلع كتير ناعم عندكم. بالبداية رح نزل القرفة، جوز الهند،
والسكر، ورح حركهم مع بعض كتير منيح. وإذا حبيتوا كمية القرفة أكتر فيكن تضيفوا نص معلقة صغيرة إضافية. وبهيك بتكون حشوة الجوز صار جاهزة عندي. وهيك الحشوات عندي، القشطة والجوز. وهلأ صار وقت إني أحشي القطايف. طبعا الحشوة بالنسبة للقشطة أو الجوز ما تكتروها كتير حتى ما تطلع عندكم أثناء القلي. هلأ رح سكرها كتير منيح بعد ما وهلأ مساعدتي الصغيرة أصرت إنها تساعدني بالقطايف. شوي على النار. وهون عندي القطر البارد، رح فرجيكم قوامه بهذا الشكل. طبعا قبل ما أحط القطايف بالزيت رح أرجع أضغط على الأطراف مرة تانية حتى أتأكد إنهم تسكروا تماما وما يفتحوا عندي. بالنسبة للنار لازم تكون على الوسط حتى ما ينحرقوا عندي بسرعة. وهلأ رح أقلبهم على الطرف التاني حتى ياخدوا لون على الوجهين. وبعد ما أخدوا هاللون الحلو رح قيمهم من الزيت وحطهم مباشرة بالقطر.